يعني انا راضي ذمتكم، انا راضي ذمتكم بيتكلموا على ان هم مفتقدين للعدالة التحكيمية. طب ايه ده يا جماعة؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ضربتين جزاء لبروكسي. انا كده كده المفروض ده طبيعي ان الزمالك يكسب. لا في واحد زملكاوي شارب كوبايه بليله يطلع يقول لك انتوا محروقين، انتوا كنتوا عايزيننا نتغلب. لا، ادي العداله التحكيميه، ادي الحكم الزباله اللي بيكلب مكيالين. عرفتوا ليه ان الوساخه من عندكم انتوا مش من عند الاهلي؟ عمرها ما هتنضف عشان خاطر في مقسومين لاهلي ماشي وفي مقسومين لزمالك. ان الموضوع لا اهلي بيرشي حكام، ولا الاهلي بيعمل، ولا الاهلي بيساوي، ولا الاهلي ليه يد. هي حكام واللي ماسكين الكوره بيفضلوا انتماءاتهم الشخصيه سواء اهلي او زمالك على مصلحه الكوره المصريه. ده المسؤول. الحكم بيفضل انتمائه الشخصي على انه يطبق العداله الالهيه مش التحكيميه، لان هو زيه زي القاضي اللي بيحكم على اعدام بحد، واللي بيحكم بسجن حد، واللي بيحكم بيفصل ما بين حد وحد. هو بيفضل انتمائه الشخصي على كده. ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ ضربتين جزاء، ضرب جزاء في الشوط الاول كانت المفروض تبقى 3-1 باين قوي، برضه الواد مريح عليه. وضربه جزاء في الشوط الرابع برضه الولد عمره ما اكيد هيلعب بالعرض، عمره ما هيفكر يقع. النهارده بروكسي بيقدم مباراه ولا اجمل ولا اروع، حدث ولا حرج. فريق بروكسي النهارده المدرب بتاعهم والله مش فاكر اسمه ايه، بس جميل جميل جميل. الفرقه دي التيم كله يلعب دوري ممتاز، بيلعبوا احسن من اي فرقه من فرق كتيره في الدوري الممتاز موجود عندنا. التيم كله يلعب دوري ممتاز، قدم مباراه ولا اجمل ولا اروع، يستحق الفوز على الزمالك اللي هو ما كانش موجود النهارده خالص. ادي العداله التحكيميه يلي بقالكم اسبوع بتتكلموا على ماتش بيراميدز، يلي بقالكم اسبوع بتتكلموا على ماتش بيراميدز. ادي العداله التحكيميه يلي بتشككوا في كل حاجه، يلي بتعلقوا شماعاتكم على التحكيم اللي بيجامل الاهلي والمسؤولين اللي بيجاملوا الاهلي. اهو